صل على سيدنا محمد وعلى الحاج طرف. انت مع الحاج والاخ احمد اللي شايفه، الاخ اللي جنبه طرف. اخوه. انتوا طبعا شفتوا الناس اللي قاعده على المنصه، ولا ان لكم اسامي الناس؟ ماشي. حد فيكم اعترض على حد من الناس اللي على المنصه؟ يا حاج احمد، هو يقول يا حاج ابراهيم، حد فيكم اعترض على الناس اللي على المنصه؟ السؤال ده مش السؤال ده عشان بقول كده، انت في المحكمه ما بتختارش القاضي اللي بيحكم عليك، وعشان كده بتديك 3 فرص: المعارضه والاستئناف والنقد. هنا انت اللي خبطت على الناس وقلت لهم احنا عندنا مشكله والنبي احنا واثقين مش عايزه نحلوها، وبناء عليه احنا جينا شروطنا بيه. فقرار الجلسه بعد ما سمعت ايا كان قرار الجلسه ساري مع التزام الجلسه باللي انتم اتفقتوا عليه، برضه عشان ما حدش يقول لي ده احنا متفقين، مع التزام الجلسه باللي انتم اتفقتوا عليه. القرار الجلسه هتاخده ممنوع الاعتراض عليه. الكلام لكم انتوا الاثنين. موافق يا حاج ابراهيم؟ موافق؟ موافق، بس احنا طرفين وهم طرفين. مفيش بس، انت بقول لك قرار الجلسه. احنا طرفين لو سمحت. احنا طرفين وهم طرفين. تمام. اللي هيجيب لو ده غايب انا مش هديله مكانه. هم الطرف بتاعهم غايب يشيلوه. طب ماشي. رد بس عليها في قرار الجلسه. ماشي يا عم ربي. قول ذنب قرار الجلسه. حاج احمد. تمام. الساده الحضور شاهدين على الطرفين ان ملتزمين بقرار الجلسه. نجدد العقد ونقرا الفاتحه. الطرف اللي هيحكي الاول، الطرف الثاني بيسمعه ممنوع المقاطعه، مع احترامي للكل يحكي كذب يحكي سد. مقاطعه طرف لطرف اثناء سرد حديثه المره ب 10,000 جنيه. بعد الطرف الاولاني ما يخلص يبقى زويه اخوه ابنه حد قريبه كان في الواقعه، بعد ما يخلص وهو بيحكي اللي عنده شاهد واقع يبين عليها ويكون موجود من ضمن الناس اللي موجوده. بعد الطرف الاولاني ما يخلص هو وزويه، الطرف الثاني هيبدا يحكي برضه الالتزام، والطرف الثاني بيحكي ممنوع المقاطعه. اللي عنده شاهد واقع هيقولها. بعد الطرف الثاني ما يخلص، اذا الطرف الاول افتكر حاجه كان نسيها في خلال 3-4 دقائق يقول لنا الجديد اللي كان نسيه. مين من حضراتكم اللي هيبدا ومين الاكبر سنا يا باشمهندس؟ ايدك كده، حط ايدك. فين بقيه الاطراف؟ خش يجي يا ابني، تعالى خش معاهم هنا. تعالى خش هنا اهو. خش معاهم يا حبيبي. في حد تاني؟ في حد تاني يا سيدنا؟ مصطفى حط معاك. حط ايدك عليه، حط ايدك عليه. يلا يا باشا. انا افتح لك المايك. افتحه لك اهو. فتحة يا سيدنا. قولوا جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه ونساله التوبه والمغفره والنجاة من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعود الى فعل المعاصي ابدا، وبرينا كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا بقى ورايا قولوا والله العظيم. لا ده انتوا بتاكلوا سكر في العالم. ده مش سابق، نفس الساعه سكر.
قل والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم وحق كتاب الله حق كتاب الله بما فيه بما فيه من سور من سوى وآيات وحروف إننا اصطلحنا مع بعض بصفاء وإخلاص وإننا لا يكن كل منا أي ضغينة أو كره أو سوء وسنتعامل مع بعض معاملة الإسلام وسنحافظ على بعض وسنرجع لسابق عهدنا وسنرجع لسابق عهدنا وسنحافظ على حق الجيرة صحتنا وفي أولادنا وفي عز ما نملك إذا لم نلتزم ونحافظ على هذا اليمين. اليمين ده اسمه يمين الغموس، ملوش كفارة ولو بحج البيت. اللي بيوقع يمين ويقول لك اطلع له كفارة، ده بقى ملوش كفارة. الكلام للاثنين لأحمد ومحمد. انتوا فاهمين اليمين غلط، رديت ما رديتش اليمين ساري عليه. تاني اليمين ده انتوا خدتوا عقد مع ربنا مش معايا ولا مع اللي موجودين. اللي مش هيلتزم باليمين ربنا بيختص منه. ارفع المصحف اللهم صل على سيدنا تشوف المصحف قد ايه محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خلاص ايه خلاص يعني نتكلم ولا لسه شويه؟ عادي يا محمد عادي. فتحة لله ان ربنا يوفقنا ويهدينا ويذهب غيظ انفسنا. فتحة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بفضل الله وتوفيقه حضرنا إلى مجلسكم الموقر، وبإذن الله وبفضل الله نخرج من هذا المكان إخوة متصالحين متحابين. ولكن قبل ما اقول احنا قلنا ايه، عاوز اقول لكم ان انا زعلان وحزين كيف هن على بعض. اليس منكم رجل رشيد؟ دائما احنا بنعلي قيمه المال قوي. مشاكلنا كلها بسبب اعراض الدنيا. ده معزه، ده حمار، ده جاموسه،
ده غيط، ده زراعة، ده حج، كله كلام واضح. توصل بين العملية لإراقة دم مسلم اللي الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى كلامه كله وحي من ربنا قال ده إزالة الكعبة حجرا حجرا. الرمز بتاعنا بتاع المسلمين أهون عند الله من إراقة دم مسلم. أما نيجي نقول للرسول الكل يقول صلى الله عليه وسلم، هو احنا اتبعنا سنته؟ احنا بقينا ايه؟ الجيل اللي هو بتاع النهارده ازاي فلان يعلم عليه؟ انا لازم اضرب، لازم اخبط، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. هي دي الرجوله. ولكن بفضل ربنا وخير اهلوه عملوه، اهالينا عملوه، وكان ابوهما صالحا. الضرب بنفس الطريقه وضرب عن ترصد واكثر من واحد وباسلحه وعصي ومحدش يموت، ده كرم من ربنا. ده نسجد لله شكرا. نبص للجزء المليء من الكوب مش الفاضي. تخيلوا لا قدر الله لو واحد مات، كان ايه الوضع النهارده؟ البيوت اتقفلت والنساء اتغمضت. مش هو ده اللي موجود يا حضرات؟ ما كانش هيبقى فيها صوت، كان فيها خراب من ناحيتين الاثنين. طب احنا نحمد ربنا ونقول قدر الله وما شاء فعل، وربنا لطف بالاثنين. ومش هقول لك ده في البلد اللي عندك ولا في البلد اللي جارك ولا كذا، والعاقل من وعظ بغيره. عندكم بلدكم، في البلد اللي جنبكم، في اللي غيره، في اللي غيره. كل كان يتمنى يقول يا ريت اللي جاره مكانه. بس الندم بيبقى بعد ايه؟ وقوع المصيبه. نقطه نحطها قدامنا كلنا ونعرفها. صاحب الحق لو خد مال أروه ولو خد زمام البلد كلها لا تكافئ. فالكلام بقوله للحاج أحمد عشان زعلان وبقوله إن أنا إيه؟ أما أشوف أنا إيه؟ أو حقي إيه؟ الحق مش فلوس، الحق مش أرقام. صوت الدم ما يقابلهاش فلوس، لحظة ألم ما يقابلهاش فلوس، ولكن صاحب الحق في كل الأحوال متبرع. لأن احنا لو بنطبق شرع الجروح والقصاص زي ربنا ما قال، ولو بالقانون عقوبات بدنية. كم المحاكم ما بتديش غرامات، ده بتدي إعدام لحبس. أسهل حاجة اللي احنا بنعملها اللي هو تقييم الخطأ بالمال. فأي تقييم ب5 ب10 ب20 ب30 ب50 كله يساوي بعض. مش اللي ياما عشان انت غالي ولا شوية عشان انت رخيص، لا. ده هو مسألة مواءمات. نقدر على الدفع ولا ما نقدرش؟ مسألة مواءمة. إنما مش جرحك ولا إصابتك بتساوي كده. عشان بس دي تبقى حاجة معروفة وراسخة في ذهنك وفي ذهننا كلنا. محدش بيبيع مظلمته ولا بتنوزن. سقطة الدم بلحظة الألم لا تقدر. أعتقد إن الكلام ده بقى واضح لنا. طب اللي بينعمل ليه؟ الفقهاء بيقولوا عليه اسمه زجرا وجبرا. زجرا للمعتدل عشان يعرف لما يغلط ما بتعديش كده، لازم ان هو يتحاسب، وجبر خاطر للمجني عليه. للاسف مستصغر نار ومستصغر شر ادى الى كارثه كادت ان تؤدي الى حق الاسرتين، ولكن الله سلم. في تجاوزات، عدم ارتداع من الطرف بتاع الحاج احمد، مش سائل، مش معبر، مش كذا،
الحاجات الصغيره اللي اتعملت، ده ميه، ده مش عارف ايه، ده السلاج اللي غيره اللي غيره اللي غيره، لغايه ما قدم. المشكله مش بتاعتي، المشكله مع ناس اخرين، مع الحاج طه. انت ما كانش ليك تتدخل، ولكن اتدخل بحمل عصيه او ضرب او محاوله الضرب. ما كانش ليه. عمل زي اللي بيقولوا حط طاقيته في النار. التانيين كان رد فعلهم بالنسبه لاحمد بالنسبه للطرف الثاني، ولذلك الطرف الثاني اللي ضرب واعتدى غايب عن المشهد، والعالم خلوا موضوعهم مع احمد. واحمد طبعا كان موضوعه بناء على تخطيط وسبق اثاره. محضر ينعمل، العالم متربصه، وطبعا التربص ده فيه كلام وحش مش هنقوله. فطبعا اي مبالغ نيجي نقدرها شويه وتستاهل. ان حسبناها دي تمشي، حسبناها نص تمشي، حسبناها تلت تمشي، ولكن في النهايه اي فلوس هنحكم بها لاحمد ما تقضوش حقه. ولكن عشان نصل من السماء الى الارض بقى ونحط ارض الواقع، لان احنا عايزين نصالح. احمد عنده اخطاء، الجناه محبوسين بقالهم 7-8 اشهر، خدوا جزء من العقاب، اللي جاي الله يعلم بيه. تمام يا حضرات؟ عشان نقدر ونقول ان احنا حسبنا لاحمد نص بيت 750,000. اخطاء احمد في الحاجات اللي احنا قلناها 250,000، يبقى باقي لاحمد 500,000 جنيه. برجع وبقول ان ال 500,000 مش حق. ال 500,000 ما يساويش لحظه الم ولا صوره الدم، ولكن هي رموز ان احمد صاحب حق. 500 زي مليون زي 10 مليون، وهو في الاخر متبرع. ماشي يا حضرات؟ لان احنا قدامنا هدف كبير، ان احنا قدامنا صلح، ان احنا بنصلح ناس. المحاكم عقابيه انتقاميه. المحاكم ما بتقولش اصالح اثنين، ولكن ممكن تحبس الاثنين. انما اللي احنا هنا بنعمل ما امر به الله ورسوله، ان احنا نصالح ونقلب بين القلوب. عشان الصلح بنترقق في الحلول. العالم دول زي ما سمعنا انهم عالم اهل، كان بينهم احسان، كان بينهم علاقات، عاوزين نحافظ ونرجع الود القديم. اصلاح النفس اهم ما في الموضوع. طبعا مساله الصلح من العبادات الشاقه على النفس. شيطانك هيوسوس لك. الشيطان ما بيجيلكش وانت في خماره، بيجيلك وانت في المسجد، بيجيلك وانت في طاعه. هيقول لك ده انت انضحك عليك، ده انت كذا. ده بالنسبه للطرفين. فعاوزين نعض على صلحنا بالنواجذ. اذا كان هناك حاجات بالنسبه للارض او الزراعه او الانا او المروه او الدخول او النزول، احنا عيننا لجنه من عقلاء البلد وحكمائها ينظروا في الامر. قراراتهم واجبه النفاذ بالنسبه للاثنين. المحضر اللي الاستاذ المحامي كاتبه احمد مضى عليه، ولكن انا بس بنوه لاخونا المحضر ده هيؤدي الحبس، وممكن يخفض الحبس مش هيشيل. احمد مضى عليه وبصر، ولكن المحضر بالحاله بتاعته وبالكيفيه اللي انت كاتبها هيؤدي الحبس، هيقلل الحبس فعلا بس مش هيشيل. المتهمين اللي هم محبوسين هيقلل العقوبه بس مش هيبطل. فاحنا طبعا عاوزين ننكد كوري ونعمل على قدر ما نقدر. يبقى الاساتذه الاثنين المحامين هيشوفوا الصيغه اللي ممكن نشكك بها المحكمه
لعل وعسى ان المحكمه ادت براءه خير وبركه، ما ادتش براءه تدي حتى مع الايقاف او الحد الادنى للعقوبه، وهم طبعا خدوا 7 8 اشهر ويطلعوا بعد شهر ولا حاجه يبقى خلصان، عشان ما نسوقش مركز حد. في ذات الوقت الاقرارات اللازمه على والد المتهمين واللي يلوز له بعدم الرجوع مستقبلا بدعوى تعويضيه على احمد عشان مساله تعديل الاقوال، لان الجنايات ما فيهاش صوت. بالنسبه للشرط المسبق اللي حضراتكم كنتم متفقين عليه ونبهتونا بتاع الارض، التنازلات المضت وجاهزه وواقفه على التنفيذ. تمام يا حضرات؟ عملنا شرط جزائي مليون جنيه. عاوزين احنا كأهل البلد كناس عقلاء وناس اصحاب مسؤوليه، وطبعا انتم كلكم تعلموا خاصه مشايخنا المحترمين اساتذتنا اللي موجودين في البلد ان الاصلاح فرض كفايه. يعني اللي بقوم به نيابه عنكم يشكر، لان عدم القيام به الكل يأسف. عاوزين نزور بعض وقدام الناس في وضح النهار والاسرتين الاثنين يروحوا هنا ويروحوا هنا عشان نعلن للناس ان احنا اصطلحنا ونقطع ألسنة شياطين الانس عشان ما حدش يتدخل بالوضع بيننا، لا فلان قال ولا فلان عاد ولا فلان كذا. ماشي يا حضرات؟ ربنا سبحانه وتعالى ندعوه ان هو يستجيب مننا. يا باشا معمولة مع مين؟ حاضر. ان هو يستجيب مننا يتمم شفاء احمد على خير ويفك اسر المحبوسين. اللهم امين. امين. الورق طبعا حضراتكم تختاروا مين يبقى الورق معاه امانه. مين اللي كان ساعي ومهندس؟ الشيخ محمد الشافعي حاج ماهر او الحاج حاج ماهر عامل حد مالك وده حاجة الورق هو الفترة معالي المستشار عشان يبقوا عارفين الورق التزاوج. اللي مع الحاج ماهر ايه؟ العقود بتاعت المستندات ملكية الأرض ومحضر الجلسة والوصولات والإقرارات والتنازل، كل حاجة موجودة في الورق مع الحاج ماهر. كل ما يخص القضية. صلاة عن نفسي ونيابة على اخواتي بنشكر اولا الطرفين اهل البلد الكرام على واجبهم معانا، وكل من سعى ولو بكلمة طبعا الناس ويزوروا على بعض ويفصلوا الحدود بينهم وبين بعضهم في الارض. يابا الحاج ده كل اهل البلد لانهم شاهدين ووكلاء والله هو كده. مكلفين من قبل. حاضر يا باشا اتفضل. لا خلاص مش اتفضل يا باشا. وشكرا لكم على حضرات. محمد الحاج ماهر فصل الحدود واي حاجات تنفذوها.